شوف يا حبيبي، خلني أسألك سؤال بسيط بس عميق. إيش هي الأشياء اللي تشعل نار الانجذاب عند المرأة؟ مو بس الإعجاب العادي، لا، أنا أقصد ذاك الشعور اللي يخليها تحس إن في شيء مختلف، شيء ما تقدر تقاومه، شيء يسحبها لك بدون ما تدري كيف ولا ليش. يمكن سمعت قبل كذا ناس يقولون اللي يصير في السفر يظل في السفر، صح؟ طيب إيش معنى هالجملة بالضبط؟ ليش الناس لما يسافرون يتصرفون بطريقة مختلفة؟ ليش البنت اللي في بلدها محافظة ومحترمة لما تسافر لدبي أو لندن أو شرم الشيخ فجأة تلبس مختلف، تتصرف مختلف، تنفتح أكثر؟ مو لأنها متحررة أو ما عندها مبادئ، لا أبدا، لأن السياق تغير، لأن المكان مختلف، لأنها حاسة أنها في فقاعة منفصلة عن حياتها العادية. خليني أحكي لك قصة حقيقية صارت مع صاحبي أحمد شاب محترم ملتزم من عائلة محترمة، كان يحب بنت اسمها لينا، وكانوا في علاقة جدية، يفكرون في الخطوبة والجواز وكل شيء. لينا بنت من عائلة محافظة محترمة متدينة، ما تطلع مع الشباب، ما تسوي علاقات عابرة، ملتزمة في صلاتها وحجابها، يعني البنت المثالية اللي كل أم تتمناها لابنها. بس في يوم لينا سافرت مع صديقاتها لشرم الشيخ، رحلة بنات، أسبوع على البحر، استجمام واسترخاء. أحمد كان مبسوط لها، قال لها استمتعي، أنت تستاهلين. رجعت لينا من السفر، أول ما شافها أحمد حس إن في شيء مختلف، مو شيء واضح، بس طاقتها كانت غريبة شوي. بعد كم يوم لينا قالت لأحمد إنها تبغى تتكلم معه، قعدوا في كوفي شوب، وهي بكل صراحة وهذا الشيء أحترمه فيها قالت لأحمد أنا لازم أكون صادقة معه. في شرم الشيخ تعرفت على شخص، ما صار بيننا شيء كبير بس كان في انجذاب، أتكلمنا، قعدنا، ضحكنا، وحسيت بشيء ما حسيته من زمان. أحمد طبعا انصدم، قال لها لينا هذا خيانة. لينا ردت عليه بهدوء أحمد أنا ما خنتك. اللي صار كان في سياق مختلف، في مكان مختلف، في وقت مختلف، كان شيء لحظي وانتهى، وأنا رجعت لك. شايف الموضوع؟ لأن البنت المحترمة الملتزمة عاشت لحظة في سياق مختلف، وبعقلها هذه اللحظة ما تحسب ضمن حياتها العادية، لأنها كانت في فقاعة منفصلة. وهذا بالضبط يا صديقي الجميل اللي أبغى أوصله لك اليوم. المرأة عندها قدرة خارقة اسمها compartmentalization، يعني القدرة على الفصل الذهني الكامل. كل البشر يقدرون يفصلون بين الأشياء في عقولهم، صح؟ بس أنا عن نفسي، وهذه نظريتي الشخصية، مو علم أكاديمي ولا أبحاث منشورة، لا تجي تقول لي وين المصدر. أعتقد أن المرأة لما يجي الموضوع المشاعر والانجذاب العاطفي تقدر تفصل بشكل أقوى بكثير من الرجل. تدري إيش يعني compartmentalization بالضبط؟ يعني الفصل الذهني، يعني إنها تحط الموقف في صندوق معين في عقله في سياق معين، وهالصندوق ما يفتح على الصناديق الثانية. يعني اللي يصير في ذاك الوقت أو ذاك المكان أو ذاك السياق يظل هناك، ما ينتقل لواقعها الثاني. علشان كذا نظرية الهايبرجامي، يعني المفاضلة، اللي تقول ان المرأة دايم تدور على الافضل، صحيحة ومهمة، انا ما انكرها ابدا، بس في جانب ثاني لازم تفهمه، الفصل الذهني. لان المرأة ممكن تكون مرتبطة بشخص وتحبه، وفي نفس الوقت تعيش لحظة منفصلة مع شخص ثاني بدون ما تحس انها فعلا غلطت بالمعنى العميق، لان السياق كان مختلف في عقلها. فهم علي ولا لا يا حبيبي؟ استوعب الفكرة؟ لأن هذا الكلام مو سطحي، هذا عميق، وإذا فهمته صح بتبدأ تشوف العالم بعيون مختلفة تماما. وخلني أقول لك شيء مهم قبل ما أكمل، أنا مو قاعد أبرر الخيانة ولا أشجع عليها ولا أقول إنها صح، لا أبدا، أنا قاعد أفسر لك كيف تفكر المرأة، كيف يشتغل عقلها علشان تفهم اللعبة. إن لما تفهم اللعبة تقدر تلعبها صح، تقدر تكون أنت اللي يخلق هالسياقات، أنت اللي يبني هاللحظات، أنت اللي يكون ذاك الشخص اللي ما تقدر تقاومه. طيب الحين السؤال الأهم، إيش هي الحالات النفسية؟ إيش هي الأجواء؟ إيش هي الثيمات؟ يعني المواضيع اللي تشعل المرأة وتخليها تنجذب بشكل مو طبيعي. خلينا نعطيك أمثلة من واقعنا، من حياتنا، من أماكن نعرفها ونعيشها. المغامرة السرية، تخيل معي أنت وبنت في مطعم فخم في برج خليفة، الإطلالة خيالية، الأجواء رومانسية، كل شيء مثالي، بس أنت تقول لها بصوت هادي تدرين إيش اللي يخليني متحمس أكثر من المنظر الحلو هذا؟ إن ما في أحد من العالم كله يدري إننا هنا الحين، إحنا بس، هذه اللحظة لنا. شوف إيش سويت، أنت خلقت سر مشترك، أنت خلقت إحساس إن اللحظة هذه خاصة مخفية ما لها علاقة ببقية العالم. التوتر الكهربائي، يا الله، التوتر الجنسي، التوتر العاطفي يا صاحبي، هذا موضوع الحالة. التوتر مو بس رغبة، لا، هو طاقة، هو كهرباء تمشي بين شخصين، هو الإحساس إن في شيء بينكم، شيء ما تقدرون تمسكوه بس تحسون فيه، شيء يشدكم لبعض بدون كلام.
تخيل أنت قاعد مع بنت في كوفي شوب في الرياض، في جدة، في أي مكان، الطاولة صغيرة، المسافة بينكم قريبة، كل مرة تتحرك إيدك تقرب من إيدها شوي، كل مرة تضحك تميل باتجاهها شوي، ما في لمس، ما في شيء مباشر، بس في توتر، في كهرباء، وهي تحس فيه وأنت تحس فيه، والاثنين عارفين إن في شيء بس ما حد قال شيء. هذا التوتر، هذه الكهرباء أقوى من أي كلام رومانسي ممكن تقوله. الفقال منفصلة. النساء يحبون بل يعشقون الإحساس إن العالم كله اختفى وما بقى إلا أنا وأنت، الإحساس إن اللحظة دي لنا بس وما له علاقة بأي شيء ثاني. مثلا لو أنت مسافر مع بنت بشكل شرعي طبعا، خطيبتك أو زوجتك، أو حتى في رحلة عمل مع زميلات، وأنتم في الطيارة تقدر تقول لها حاسة أن الطيارة عالم ثاني، كأننا معلقين بين السماء والأرض، لا هنا ولا هنا، كأن الزمن واقف. هالكلام يخلق فقاعة، يخلق إحساس أن اللحظة هذه مختلفة، منفصلة، خاصة. الانغماس المحظور wicked indulgence، يعني الانغماس الشرير، وأنا ما أقصد شرير بمعنى الحرام، لا، أقصد شرير بمعنى اللي ما المفروض نسويه بس نبغى نسويه. مثلا لو أنت مع بنت وأنتوا في دايت وفجأة تطلبون حلا شوكولاتة فخم، وأنت تقول لها وأنت تبتسم، تدرين أنه هذا غلط بس يستاهل. بعض الأشياء في الحياة لازم نعيشها حتى لو ما كانت في الخطة. شايف، أنت ما تكلمت عن الشوكولاتة بس، أنت تكلمت عن فلسفة، عن فكرة، عن الانغماس في اللحظة بدون تفكير زائد. وهالكلام يدخل عقلها بطريقة ثانية، بطريقة أعمق. الشريك في السر، partner in crime، يعني الشريك في الجريمة. المرأة تحب الإحساس إنها مع واحد شريكها في شيء ما يعرفه أحد غيرهم، شيء سري، شيء خاص، شيء يخصهم هم بس. مثلا لو أنت وبنت في مول مزدحم وفجأة تاخذها المكان هادي، كورنر مخفي، وتقول لها تعالي خلينا نختفي شوي عن الزحمة، أحس إننا في فيلم تجسس، وتضحكون. هالموقف البسيط خلق سر مشترك، خلق إحساس إنكم شركاء في شيء. القوة الهادئة being dominated، يعني السيطرة. بس أنا ما أقصد السيطرة بمعنى التحكم أو القهر، لا أبدا، أقصد السيطرة بمعنى الحضور القوي، الثقة، القدرة على قيادة الموقف بهدوء. المرأة تحب الإحساس أن الرجل قوي، واثق، قادر يمسك زمام الأمور، مو بالإجبار، لا، بالطاقة، بالحضور، بالثقة اللي تقول أنا هنا وأنا أعرف إيش أسوي. مثلا لو أنتوا بنت في مطعم وهي محتارة إيش تطلب، بدل ما تقول إيش تبغين بشكل ضعيف، تقول بثقة ثقي فيني، بطلب لك شيء بيعجبك، وتطلب. هالثقة، هالقيادة الهادئة جذابة جدا. النساء يفكرون في الأشياء طول الوقت يا حبيبي، مو بس في الانجذاب الجسدي، طبعا هم يفكرون فيه ما ننكر، بس في طبقات ثانية فوقه، طبقات من الخيال، من السيناريوهات، من الأجواء، من المشاعر. إحنا كرجال للأسف تفكيرنا أحيانا يكون مباشر شوي زيادة عن اللزوم. إحنا نفكر كيف أوصل للنتيجة بأسرع طريقة، هم يفكرون في الرحلة مو بس الوصول، يفكرون في الأجواء، في السياق، في الإحساس، في القصة الكاملة. ولهذا لما تتعامل مع المرأة لازم تفكر مثلها شوي، لازم تفهم إن الموضوع مو خطوات ميكانيكية، خطوة A خطوة B خطوة C وصلنا، لا، الموضوع بناء طاقة، بناء توتر، بناء سياق. طيب خلني أختبرك الحين يا صاحبي، إيش تتوقع الثيمات الثانية اللي تثير المرأة؟ إيش الأفكار اللي تشعلها؟ الغموض. المرأة تحب الرجل الغامض اللي ما تقدر تقراه بسهولة، اللي فيه طبقات، اللي كل ما تعرفه أكثر تكتشف إن فيه أشياء ثانية ما تعرفها. مثلا لما بنت تسألك شو هواياتك، بدل ما تقول أحب أتفرج على أفلام وألعب بلاي ستيشن بشكل ممل، تقول بغموض في أشياء أحب أسويها بس أحب أحتفظ ببعض الأسرار، وتبتسم. هالغموض يخلق فضول، يخليها تبغى تعرف أكثر. التحدي. المرأة تحب الرجل اللي مو سهل، اللي ما يعطيها كل شيء على طبق من ذهب، اللي يخليها تحس إنها لازم تكسبه. يعني لو بنت تكلمك، بدال ما ترد في نفس الثانية على كل رسالة، أحيانا تاخذ وقتك، بدال ما توافق على كل طلباتها أحيانا تقول ما أقدر اليوم بس بكرة ممكن. هالتحدي الخفيف يخلق قيمة، يخليها تحس إن وقتك غالي، إنك مو متاح دائم. الضحك والمرح. البنت تحب الرجل اللي ضحكها، اللي يخليها تحس ان الحياة معاه خفيفة، ممتعة، مليانة طاقة إيجابية. بس انتبه، الضحك مو معناه انك مهرج، لا، معناه انك ذكي، سريع البديهة، تعرف متى تقول نكتة، متى تسوي موقف مضحك، متى تخفف الجو. الأمان العاطفي. المرأة تحب الرجل اللي تحس معاه أنها آمنة، مو أمان جسدي بس، لا، أمان عاطفي، يعني تحس أنها تقدر تكون نفسها قدامه، تقدر تتكلم، تقدر تشارك مشاعرها، وهو بيفهمها ويحتويها. مثلا لو بنت حكت لك عن مشكلة عندها، بدل ما تروح تعطيها حلول مباشرة، هذا اللي الرجال يسوونه دايم، تسمعها أول شيء، تقول لها أقدر أحس كم هالموضوع صعب عليك. هالتفهم، هالاحتواء يخلق أمان عاطفي قوي.
طموح والهدف. المرأة تنجذب للرجل اللي عنده هدف في الحياة، اللي عنده طموح، اللي رايح مكان مو واقف في نفس النقطة. ما تحتاج تكون مليونير أو CEO شركة، لا، بس تحتاج يكون عندك رؤية، عندك خطة، عندك شيء تشتغل عليه، لأن المرأة تبغى تحس إنها مع رجل بيوصل، مو رجل واقف. كل هالأفكار حلوة، كل هالثيمات قوية، بس خلني أرجع نقطة أساسية، نقطة محورية، نقطة لو فهمتها بتفهم كل شيء بعدها. التوتر. أنا دائما أرجع لهالموضوع. ليش؟ لأنه الأساس، لأنه القاعدة اللي يبنى عليها كل شيء. التوتر، تنشن، يعني الشد، مو بس رغبة، لا، هو الإحساس إن المرأة ما تقدر تقاوم، هو الإحساس إن في شيء أقوى منها يشدها لك. سمعت مرة واحدة تقول ما أدري إيش كان فيه بس ما قدرت أقاوم؟ أكيد سمعت، كلنا سمعنا هالجملة. طيب السؤال المهم، تبغى تكون أنت ذاك الشخص، ذاك الرجل اللي المرأة تقول عنه ما أدري إيش كان فيه بس ما قدرت أقاومه؟ أكيد تبغى، وأنا بعلم كيف مجانا والحين وهنا. وبالمناسبة أي واحد فيكم قاعد يطالع الوقت أو يشيك إشعاراته وأنا أتكلم، يا أخوي أنت تضيع على نفسك، والله تضيع على نفسك فرصة، لأن المعلومات اللي أعطيك إياها الحين ممكن تغير حياتك كلها. فارفع راسك وركز معاي وخلك حاضر. تمام؟ طب خليني أعطيك مثال عملي، مثال تقدر تطبقه بكرة. أي وقت تروح فيه مناسبة اجتماعية أو حفلة أو عزيمة فيها نساء، وبس قبل ما ابدا خلوني اعترف لك بشيء، الطريقه بتبدولك غريبه شوي، بتبدولك صعبه، بتقول مستحيل اقدر اتكلم كذا، البنت بتفكرني غريب. بس خليني اعطيك مبدا مهم جدا، مبدا لو فهمته بيفتح لك ابواب كثيره. لما تروح تصيد سمك، هل تحط في السناره شيء انت تحبه ولا شيء السمك يحبه؟ اكيد شيء السمك يحبه، صح؟ تمام، نفس المبدا هنا. انا ما اعلمك ايش انت تحبه، انا اعلمك ايش هي تحب. وصدقني آلاف من الناس حول العالم من كل الثقافات، من كل الدول، كلهم ياكدون لك هذا اللي يشتغل، هذا اللي يجذب، هذا اللي السمك يبغى يبلعه. فكر في هالمبدأ شوي. طيب تخيل معي، أنت في عزيمة عند صديق مشترك، في ناس كثير، في عائلات، في شباب وبنات، الأجواء حلوة، الأكل لذيذ، الناس مبسوطين. إيش الأشياء الطبيعية اللي تصير في هالسياق؟ الناس يأكلون، صح؟ ويشربون عصير أو قهوة، صح؟ تمام، هذه أشياء سطحية. طيب إيش الأشياء الأعمق، الأشياء الاجتماعية؟ الناس يتكلمون، يتعارفون، يختلطون، يضحكون. ممتاز، هذا المستوى الأول. طيب لو كنت دقيق ملاحظة، لو كنت واحد يشوف التفاصيل الصغيرة مو بس الأشياء الواضحة، إيش اللي تقدر تشوفه يصير بين رجل وامرأة في العزيمة؟ مو على المستوى الواضح للكل، لا، على المستوى أدق. الناس ينجذبون لبعض. يا صديقي الجميل، هذا الموضوع، الناس ينجذبون لبعض، يتجاذبون، في مغناطيسية، في طاقة، في شيء يشدهم. طيب تعتقد النساء مهتمات بهالموضوع؟ مهتمات بفكرة الانجذاب المغناطيسي؟ أخوي طبعا مهتمات ومهووسات فيه بعد. المرأة تحب تعشق الإحساس إن في رجل يشدها بدون ما تدري ليه، تحب الإحساس إن في طاقة بينها وبينه ما تقدر تفسرها، تحب الإحساس إن هو مختلف، إن في شيء فيه إن ما أقدر أحدد إيش بالضبط بس أحس فيه. وهذا بالضبط اللي أنت تبغى توصل له، تبغى تكون أنت ذاك الرجل اللي المرأة تحس فيه بهالطريقة. بس كيف؟ خليني أكمل لك المثال. أنت في العزيمة، الأجواء حلوة، الناس مبسوطين، أنت واقف مع مجموعة تتكلم معاهم، تضحك طبيعي جدا، وفجأة تلاحظ بنت جذابة أنيقة، في طريقة كلامها وضحكتها شيء يلفت الانتباه. إيش اللي يسويه الرجل العادي؟ الرجل العادي واللي ما عنده علم هالأشياء يروح يقرب منها مباشرة ويقول أهلين، إيش اسمك؟ منين أنت؟ تعرفين صاحب البيت من وين؟ وهالمحادثة المملة المكررة اللي الكل يسويها وهي سمعتها مليون مرة من 1000 شخص قبلك، وما فيها أي تميز ولا أي طاقة. بس أنت اللي قاعد تتعلم مني الحين، أنت بتكون مختلف، أنت بتستخدم الثيمات، تستخدم الطاقة، بتبني التوتر. مثلا بدل ما تروح لها مباشرة ممكن تبدأ بالنظرات، تطالعها لثانية واحدة، ثانية بس، لما عيونكم تلتقي تبتسم ابتسامة خفيفة جدا كأنك تقول لاحظتك، ثم تشيل نظرك وتكمل كلامك مع اللي قدامك. بعد كم دقيقة ترفع نظرك مرة ثانية، وهالمرة لو التقت عيونكم ابتسم ابتسامة أوضح شوي وتنزل نظرك. ايش اللي صار الحين يا حبيبي؟ انت بنيت توتر، انت خليتها تفكر فيك، انت صرت موجود في عقلها قبل حتى ما تتكلم معاه، انت زرعت فضول، مين هذا؟ ليش يبتسم؟ ليش يطالعني كذا؟ والحين الخطوة الثالثة، وهذه اللي تفرق، بعد كم دقيقة من هالنظرات تقوم من مكانك بشكل طبيعي كأنك رايح تجيب عصير أو رايح تسلم على حد، وتمر قدامها وتقول بصوت هادي عابر بدون ما توقف: الأجواء حلوة اليوم، بس أحلى شيء فيها الطاقة الحلوة. وتكمل مشيك بكل هدوء. شوف ايش سويت. اولا انت ما وقفت قدامها ولا طلبت منها وقتها ولا دخلت في مساحتها بشكل مباشر ومزعج، انت قلت جملة عابرة خفيفة وكملت. هذا يخليك تبدو واثق، مو محتاج، مو يايس.
ثانيا الجملة فيها معنيين، معنى الظاهر الأجواء والطاقة بشكل عام، ومعنى خفي الطاقة حلوة لأنك موجودة. هالغموض يخلق تفكير يخليها تحلل الكلام، هل يقصدني ولا يقصد الأجواء فعلا. ثالثا انت خليت الكرة في ملعبها، لو هي مهتمة بتبتسم أو بترد عليك أو بتطالعك لما ترجع لمكانك، ولو مهتمة ما صار شيء محرج أبد لأنك ما طلبت منها شيء ولا حطيت نفسك في موقف الرفض. وغالبا صدقني يا صاحبي، غالبا لو انت سويت هالخطوات بثقة وهدوء بعد ما ترجع لمكانك هي بتلاقي سبب انها تجي تتكلم معاك. يمكن تمر قدامك وتقول صحيح الأجواء حلوة، يمكن تسألك عن شيء بسيط، يمكن أي شيء، المهم إنك فتحت الباب وهي دخلت منه بإرادتها. وهذا الفرق الكبير بين الرجل اللي يعرف كيف يبني طاقة وتوتر وبين الرجل اللي يروح مباشرة ويقول ممكن نتعرف. الثاني ممكن ينجح حين، بس الأول ينجح دائما تقريبا. ليش؟ لأن الأول فهم شيء مهم جدا، المرأة ما تنجذب للكلام المباشر بقدر ما تنجذب للطاقة، للإحساس، للغموض، للتوتر، للإحساس إن هذا الرجل مختلف عن البقية. خل أعطيك مثال ثاني من واقعنا، من حياتنا اليومية، علشان الصورة تكتمل في عقلك. تخيل أنت في كوفي شوب في الرياض أو جدة أو دبي أو بيروت أو عمان، أي مكان في عالمنا، الكوفي شوب مزدحم بس مو كثير، الأجواء هادية، في موسيقى خفيفة في الخلفية، ريحة القهوة تملأ المكان، وأنت قاعد على طاولتك تشرب قهوتك، تشتغل على لابتوبك أو تقرأ كتاب، مركز منشغل، مو قاعد طالع حواليك بشكل واضح ويايس. وفجأة تدخل بنت أنيقة واثقة من نفسها، أسلوبها راقي، تطلب قهوتها من الكاونتر وتقعد على طاولة قريبة منك، تطلع لابتوبها أو تلفونها وتبدأ تشتغل. إيش اللي يسويها الرجل العادي؟ إما يطالعها بشكل واضح ومزعج ومستمر وهذا يخليها تحس إنه كريب، يعني مخيف، أو يتجاهلها تماما خوفا من إنه يبين إنه مهتم، وهذا يخليه invisible، يعني غير مرئي، ما تنتبه له أصلا. بس أنت بتسوي شيء مختلف تماما، أنت بترفع نظرك من اللابتوب أو الكتاب بشكل طبيعي، كأنك تأخذ استراحة من التركيز، وعيونك تلتقي بعيونها لثانية واحدة، تبتسم ابتسامة خفيفة جدا كأنك تقول أهلا لاحظتك، ثم ترجع لشغلك بكل طبيعية. بعد 5 أو 10 دقائق ترفع نظرك مرة ثانية كأنك تفكر في شيء، ولو التقت عيونكم تبتسم ابتسامة أوضح شوي وتنزل نظرك وتكمل شغلك. إيش اللي صار؟ أنت خليتها تلاحظك بدون ما تكون مزعج أو يايس، أنت زرعت فضول في عقلها، مين هذا؟ ليش يبتسم؟ في شيء. والحين الخطوة الثالثة وهذه الحاسمة، بعد فترة تقوم من مكانك علشان تطلب قهوة ثانية أو تروح للحمام وتمر قدام طاولتها وتقول بصوت هادي جدا بدون ما توقف، القهوة هنا دايم ممتازة بس اليوم في شيء مختلف، وتكمل مشيك بكل هدوء. شوف الجملة ايش سوت. أولا أنت ما وقفت ولا طلبت وقتها ولا سألتها أسئلة مباشرة، أنت قلت جملة عابرة وكملت، هذه يخليك تبدو طبيعي واثق مو محتاج. ثانيا الجملة فيها غموض، في شيء مختلف. إيش المختلف؟ القهوة، الأجواء، ولا وجودها؟ هالغموض يخلق تفكير يخليها تحلل الكلام. ثالثا أنت خليت الباب مفتوح، لو هي مهتمة بتبتسم أو بترد بشيء أو بتطالعك لما ترجع، ولو مو مهتمة ما صار شيء محرج. وغالبا وانا اقول لك من تجربه وتجارب الاف غيري، لو انت سويت هالخطوات صح لما ترجع لطاولتك بعد كم دقيقه هيك تلاقي السبب انها تبدا محادثه معك. يمكن تسالك عن الكتاب اللي تقراه، الكتاب حلو، يمكن تقول لك صحيح القهوه هنا ممتازه، يمكن تبتسم بس وتطالعك، وهذا دعوه انك تبدا الكلام. المهم انك فتحت الباب، نيت التوتر، فلقت الفضول، وهي الحين مهتمه تعرف اكثر. وهذا الفرق الجوهري بين الرجل الذكي اللي يفهم الطاقه النسائيه وبين الرجل العادي اللي يروح مباشره ويقول هاي ممكن اقعد معك. الثاني ممكن تقول له لا وينكسر ويروح، الأول هي اللي بتدور عليه. والحين يا حبيبي بعد كل هالأمثلة خلني أرجع لنقطة أساسية، نقطة البداية، نقطة الكومبارتمنتاليزيشن، الفصل الذهني. ليش حكيت لك قصة أحمد واللينا؟ ليش ركزت على فكرة السفر والسياقات المختلفة؟ لأن المرأة لما تحس أن السياق مختلف، لما تحس أن اللحظة منفصلة عن واقعها العادي، لما تحس أن هذا شيء خاص، شيء نادر، شيء ما لازم يعرفه أحد، هنا تنفتح بشكل أكبر، هنا تستسلم للإحساس، هنا تعيش اللحظة بدون تفكير زائد أو حسابات كثيرة. وهذا اللي انت تبغى توصل له، تبغى تخلق لها سياق خاص، تبغى تخلق فقاعة بينك وبينها، تبغى تخلي اللحظة تحس انها مختلفة، انها مو عادية، انها شيء بيننا احنا بس. وهذا ما يصير بالكلام المباشر ولا بالطلبات الواضحة ولا بالأسئلة المملة، هذا يصير بالطاقة، بالغموض، بالتوتر، بالثيمات. فلما تكون في موقف مع بنت، سواء في عزيمة، في كوفي شوب، في مول، في أي مكان، فكر إيش الثيمة اللي أقدر أبنيها هنا؟ إيش السياق اللي أقدر أخلقه؟ إيش الإحساس اللي أبغى أزرعه؟
مثلا لو انت في رحلة عمل والبنت زميلة في الشركة، الثيمة تكون احنا بعيدين عن المكتب، بعيدين عن الروتين، هذه فرصة نتعرف على بعض بشكل مختلف. لو انت في معرض كتاب او معرض فني، الثيمة تكون احنا هنا لان عندنا اهتمامات مشتركة، يمكن في اشياء ثانية مشتركة ما اكتشفناها. لو انت في صالة رياضية، الثيمة تكون احنا الاثنين نشتغل على نفسنا، نطور نفسنا، يمكن نقدر نحفز بعض. شايف يا صديقي الجميل، كل موقف فيه ثيمة، كل سياق فيه زاوية، كل لحظة فيها فرصة، والرجل الذكي الواعي هو اللي يعرف كيف يمسك الثيمة ويبني عليها بدل ما يضيعها. وخلني أقول لك شيء مهم جدا، شيء أهم من كل التقنيات والأساليب والخطوات، هذا الكلام كله ما بينفع لو أنت مو مصدق فيه. لو أنت قاعد تقول الكلام وأنت خايف أو متردد أو حاس أنك تمثل دور مو أنت، ما بيشتغل أبدا. ليش؟ لأن المرأة عندها حاسة سادسة قوية جدا، عندها رادار، يعني رادار جهاز كشف قوي جدا للطاقة، للثقة، للصدق. هي تحس لو أنت صادق ولا لا، تحس لو أنت واثق ولا متصنع، تحس لو الكلام طالع من مكان حقيقي جواك ولا من مكان مصطنع. فالموضوع الحقيقي مو إيش تقول، الموضوع الحقيقي مين أنت وإيش الطاقة اللي تطلع منك وقداش أنت مؤمن بقيمتك. ولهذا أنا دائما أقول وبكرره مليون مرة لأنه مهم، الموضوع مو بتقنيات، مو حيل، مو خدع، مو كيف أخدع علشان تحبني، لا، الموضوع تطوير نفسك، تطوير ثقتك، تطوير حضورك، تطوير قيمتك كرجل، علشان لما تقول الكلام يطلع من مكان حقيقي، من مكان قوي، من مكان واثق. فاهم علي يا حبيبي؟ مستوعب النقطة؟ لأن في فرق كبير بين واحد يطبق تقنية وهو ما يؤمن فيها، وبين واحد يعيش الطاقة لأنه فعلا واثق من نفسه. الأول بتحس البنت إنه فيك، يعني مزيف. الثاني بتحس إنه حقيقي، قوي، جذاب. وأنا أبغاك تكون الثاني، أبغاك تكون النسخة الحقيقية القوية الواثقة من نفسك، مو نسخة مقلدة من شخص ثاني. طيب خلي أعطيك مثال أخير، مثال قوي، مثال بيجمع لك كل اللي قلت لك لحد الحين. تخيل معي أنت مسافر، يمكن لدبي، يمكن لإسطنبول، يمكن لأي مدينة حلوة، أنت رايح لمؤتمر أو ورشة عمل أو حتى رحلة سياحية. في المطار في صالة الانتظار تشوف بنت قاعدة لحالها تقرأ كتاب، واضح أنها مسافرة لنفس الوجهة، لأنك شفت البوردنج باس، يعني بطاقة الصعود حقتها. الرجل العادي اما يتجاهلها او يروح يقول لها انت رايحه دبي، انا بعد، بس انت تقعد في مكان قريب منها، تطلع كتابك او لابتوبك وتبدا تقرا او تشتغل. بعد كم دقيقه ترفع نظرك شكل عابر وعيونك تلتقي بعيونها، تبتسم ابتسامه خفيفه وترجع لشغلك. بعد فترة يعلنون عن موعد الصعود للطائرة، الناس يبدأون يتحركون باتجاه البوابة، أنت تقوم وبشكل طبيعي تمشي باتجاه نفس البوابة وتمر قدامها وتقول بصوت هادي. السفر دائم يخلي الإنسان يحس إنه في عالم ثاني، صح؟ وتبتسم وتكمل مشيك. غالبا هي بترد، يمكن تقول صحيح، يمكن تبتسم، يمكن تقول أول مرة تسافر. المهم أنت فتحت باب، خلقت محادثة. في الطيارة لو طلع إن مقاعدكم قريبة من بعض، وهذا ممكن يصير، الدنيا مصادفات، تقعدون وانت ما تبدأ محادثة مباشرة، لا، تطلع كتابك أو تليفونك وتكون مرتاح طبيعي. بعد ما الطيارة تقلع وتستقر في الجو، تقول لها بشكل عابر، في شيء غريب في الطيارات، كأننا معلقين بين السماء والأرض، لا هنا ولا هناك، كأن الزمن واقف. الجملة البسيطة خلقت ثيمة كاملة، خلقت إحساس إن اللحظة مختلفة، منفصلة، خاصة. ولو هي منفتحة ومهتمة بتكمل الكلام معاك، بتبدأ تحكي، تشارك، تضحك، وأنت تبني على الثيمة، تتكلم عن السفر، عن الأماكن الجديدة، عن الإحساس بالحرية لما الإنسان يكون بعيد عن روتينه. وبعدين في لحظة من اللحظات بتقول لها بصوت هادي وأنت تطالعها في عيونها، تدرين إيش اللي يخليني أحس إن هالرحلة بتكون مختلفة؟ هي بتقول إيش؟ وأنت تبتسم وتقول إن في أشخاص معينين يخلون أي مكان يحس مختلفة، حتى لو كان مجرد مقعد في طيارة. شايف إيش سويت؟ أنت بنيت وتر، خلقت غموض، أعطيتها كومبليمنت، يعني مجاملة، بس مو مجاملة مباشرة مملة. أنت قلتها أنها مميزة بطريقة ذكية، غامضة، عميقة، وهالنوع من الكلام يدخل عقلها وقلبها بطريقة مختلفة تماما عن أنت حلوة أو عجبتيني. ولما توصلون للمدينة ولما تنزلوا من الطيارة، أنت ما تطلب رقمها مباشرة بشكل يائس، لا، تقول لها بهدوء كان لقاء حلو، يمكن الدنيا تجمعنا مرة ثانية، وتبتسم وتبدأ تمشي. غالبا هي بتقول ممكن نتواصل أو عندك انستغرام، وأنت بتعطيها بكل هدوء وثقة. شايف الفرق؟ أنت ما ركضت وراها، أنت ما توسلت، أنت ما كنت يايس أو محتاج، أنت خلقت طاقة، بنيت توتر وخليتها هي تبغى تكمل معاه. وهذا بالضبط اللي يفرق بين الرجل العادي والرجل الاستثنائي. يا صديقي الجميل، أنا عارف أن الكلام هذا كثير، أعرف أنه عميق، أعرف أنك يمكن تحتاج تسمعه مرة ومرتين وثلاثة علشان تستوعبه كله،
بس صدقني كل كلمة قلتها لك اليوم، كل مثال، كل فيمة، كل تقنية مبنية على تجارب حقيقية، مبنية على فهم عميق لطبيعة المرأة، لطبيعة الانجذاب، لطبيعة الطاقة. والموضوع مو انك تتصنع شخصية جديدة ابدا، الموضوع انك تطلع احسن نسخة من نفسك، النسخة اللي واثقة وغامضة، قوية، جذابة، والموجودة جواك اصلا بس محتاجة تطلع. وانا هنا علشان اساعدك تطلع. فاذا حسيت ان الكلام هذا لمسك، اذا حسيت ان في شيء، في صدق، في شيء، في قوة، في شيء، في حكمة، لا تخلي الموضوع يوقف هنا يا حبيبي. ادعمني، سو لايك، اشترك في القناة، شارك الحلقة مع اي واحد من اصحابك تحس انه محتاج يسمع هالكلام، لان كل دعم منك، كل مشاركة، كل اشتراك، كل لايك مو بس يفرحني، لا، هو يوصل الرسالة لغيرك. يمكن كلمة سمعتها اليوم تغير حياتك بالكامل، ويمكن لما توصل لواحد ثاني تغير حياته بعد. وصدقني اللي جاي أقوى بكثير، اللي جاي أعمق، اللي جاي يفتح لك عيونك على أشياء ما كنت تتخيل إنها موجودة. فابقى معاي، خلك معاي للنهاية، لأن الرحلة لسه في بدايتها، والأفضل دايم في الطريق. وتذكر دايم أنت مو الشخص اللي يركض ورا الحب، أنت الشخص اللي يخلي الحب يركض ورا. أنت مو الشخص اللي يحتاج يثبت نفسه، أنت الشخص اللي قيمته واضحة من طاقته. أنت مو الشخص اللي يتوسل للانتباه، أنت الشخص اللي انتباهه هو المكسب. فاشتغل على نفسك، طور نفسك، آمن بقيمتك، وثق أنه لما تكون النسخة الأفضل من نفسك العالم كله بينجذب لك، والنساء أول الناس. الله يوفقك يا حبيبي، وأشوفك في الحلقة الجاية بطاقة أقوى وكلام أعمق ومعلومات تستاهلها. سلام.